المعسلة ديال اليوم صراحة كتجي رائعة، شي حاجة ديال تحمير الوجه شكلا ومذاقا. اللي بغى يجرب معنا الوصفة ديال اليوم يشاهد معنا الحلقة. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من حلقات فرح فود. الحلقة ديال اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غادي تكون معسلة من المعسلات اللي كتجي زوينة بزاف بالكركاع، كتجي رائعة وحتى الشكل ديالها غيكون زوين ان شاء الله. نبداو ان شاء الله على بركة الله. المقادير: عندنا 250 غرام ديال الكركاع، وعندنا 250 غرام ديال اللوز اللي مفسخ ومحيده ليه القشره ديالو، عندنا الزهر على حسب يعني داكشي اللي غادي خصنا، عندي قرصه ديال الملح، قرصه ديال المسكه حره، وقرصه ديال القرفه، وقرصه ديال الملح. وهنايا عندنا الزبده 100 غرام ديال زبده حيوانيه، وعندي هنا 100 غرام ديال السنيده. ندوزو ان شاء الله دابا للتحضير. غادي ناخذ اللوز كما قلنا، غادي نطحنوه على شكل عقده. غندير اللوز هنايا، يعني العقده ديال اللوز اللي كتعرفوا، العقده العاديه ديال اللوز. درت اللوز، غادي نضيف معاه السنيده، غادي نضيف معاه حتى المسكه حره والقرفه، وديك الطريقه هذيك القريصه ديال الملح. غادي نطحن عاد تيولي لي على شكل عقده. بالنسبه للوز طحنته مزيان حتى ولا لي على شكل عقده، ها هو مخلط معاه. راه كما كتعرفوا دابا درت فيه المسكه حره، درت فيه القرفه، درت فيه كلشي. دابا غادي ندوزو للكركاع. الكركاع ما غاديش يكون مطحون على شكل عقده، غادي يكون غير مهاشي، يعني خصو يبقى هكاك محبب باش هو، لان هاد المعسله هذه اللي زوين فيها ان هذاك الكركاع كيبقى صاين، كتجي زوينه بزاف بزاف بزاف. اذا ندوزو دابا للكركاع. بالنسبه للكركاع فتا هو غنطحنو في نفس البلاصه اللي طحنت فيها اللوز. كما قلت لكم غادي نديرو مهرمش. الكركاع هاشيتو على هذا الشكل، نوري لكم بحال هكذا جا مهاشي. يعني هو كما قلنا ما خصوش يكون مطحون بزاف منيل، خاصو يكون غير مهاشي باش حلاوته يبقى بحال هكا. حلاوته في هذه المعسله يبقى بحال هكذا. فدابا ان شاء الله غادي ندوزو للزبده ومن بعد للزهر. الزبده هي الاولى عاد الزهر. بالنسبه للزبده فهاد الزبده ما غاديش ندوبوها، غنخليوها على هذا الشكل هذا. بالنسبه للزبده كاين اللي كيقول لي الزبده يعني 100 غرام درتي بزاف. لا ماشي بزاف. اول حاجه الزبده هي اللي كتعطينا ديك الليونه في المعسلات، يعني ما كتخليهمش يقصحوا لينا. ثاني حاجه الزبده لذيذه. الزبده اي حاجه كتكون بالزبده فهي كتكون لذيذه. داكشي علاش يعني القياس، هذا القياس راه مضبوط، وهذا القياس راه مجرب ماشي غير مضبوط، مجرب. يكون ما جربتوش فما نعطيهش لكم. هذا القياس هذا راه مجرب وكيجي زوين. لا في جميع المعسلات، جميع المعسلات اللي كنعطيكم كلهم تقريبا كيكونوا فيهم الزبده، وراه كلهم كيجيو مزيانين. القياس اللي عطيتش مزيان. كما قلت لكم هذه الزبده اللي كندير زبده حيوانيه، يعني المصدر ديالها حيواني. غادي نحاول ندخلها مزيان، نعجنها مزيان، ندخلها في هذا اللوز كما عرفتوا، لان هاد المعسلات غادي يدخلوا لينا للفران. غنبقى نعرك فيه مزيان حتى تدخل هاد الزبده مزيان مزيان. ومن بعد عاد غنشوف الاحتياج ديال اللوز الزهر شحال غادي يخصو. كنبقى ندير نقيطه بنقيطه حتى كنشوف شحال كفاه، حتى كنحس به ولا لين في، يعني ماشي عاوتاني خفيف بزاف باش ما يخرجش ليا من الورقه وما يطرطقش ليا الورقه. لان الا ضفت الزهر كثر من القياس غادي يعني غادي تفرقع ليا يعني المعسله ولا البريوه، ولا على شكل ما درتوها هذه غتكون على شكل دائري غادي تفرقع. يعني خاصنا نديرو القياس بشويه بشويه. كما كتشوفوا ها هي تعجنات ليا، دخلات هاد الزبده مزيان. على هذا الشكل. دابا غنضيف الزهر. بالنسبه للزهر هذا عندي زهر مقطر كيف ما كتشوفوا، راه فيه شي نقيطات. هاد النقيطات راه ديالو منه، يعني ديال زهر مقطر، زهر زوين هذا.
فانتم اختاروا الزهر اللي كيعجبكم ديروه يعني. ومن الاحسن تختاروا شي حاجه اللي تكون زوينه، تكونوا مجربينها. شي الزهر ما بقاتش السميات ولا الماركات، بقات في الزهر خاصك تجربيه وتعرفيه كي داير. راه كاين شي زهر بعض المرات كتستعمليه كتلقاه كيلسع في اللسان، كيلسعك ما فيش ديك البنه ديال الزهر، بحال شي حاجه ماشي هي هذيك فيه. كاع الزهر اللي تذوقيه ويلسعك عرفيه راه ما زوينش، كيلسع في اللسان. انا غندير قطرات هكا شويه ونعجن مزيان، ندخلو في هاد العقده مزيان، نزيد عاوتاني شويه. العقده ديالي واجده ناضيه. دابا غندوزو ان شاء الله نشكلوها باش نديروها في الورقه. بالنسبه لهاد العقده هذه فكناخذوا على شكل، كنديروهم على شكل الكرات، كنعبروا العبار، كتكون كل كره فيها تقريبا 20 ديال الغرامات. غنعبروا على هذا الشكل، شوف لكم 20 ديال الغرام بالضبط. راه شوف بالنسبه للميزان كيف كتولفي يدك ديري الاولى والثانيه صافي كتشدي العبار في يديك. دابا كما قلنا غادي نكملوا كلشي 20 غرام. بغيت نذكركم ما تنساوش راح لينا واحد القناه جديده في الواتساب، يمكن لكم تدخلوا تابوناو فيها باش يوصلكم كل جديد ديال قناه فرح فود. كما قلنا 20 غرام صافي كتشدي العبار في يدك كيبقى كلشي موزون. غادي نكمل بحال هكذا حتى نكملهم كاملين ان شاء الله ونتلاقاو باش نشكلوهم في الورقه. غندوزو دابا ان شاء الله على الورقه. هذه الورقه ديال البخار كما قلت لكم ديك المره راه ما كاينش يعني فرق كبير ما بين الورقه ديال البخار والورقه العاديه. الورقه العاديه اهم حاجه تكون رقيقه، وحتى الورقه ديال البخار اهم حاجه تكون رقيقه. راه الا ما كانتش ورقه ديال البخار رقيقه راه حتى هي ما كتكونش يعني الخدمه بها زوينه، يعني ما كاينش فرق. اهم حاجه نقلبوا على شي حد يصيب لنا الورقه تكون رقيقه. دابا ان شاء الله غادي نبداو نشكلوها. غادي هاد الورقه غنديروها على شكل مربعات، غندير مربع كبير من بعد غندير مربعات صغيره نتوما تشوفوا معايا. على هذا الشكل هكا كنحاول باش ندير واحد المربعات ونحاول باش ما نضيعش الورقه. بالنسبه لهاد الجوانب اللي بقاو ليا يمكن لكم تخدموا بهم البريوات، الا كانت عندكم شي خدمه هكا وهكا تخدموا فيهم بهم بجوج. فكما قلنا غادي نطاسيهم بعدا باش نقطعهم على هذا الشكل هكا. اول حاجه غادي نقطع الجوانب هي الاولى كما قلت لكم. يمكن لينا نخدموا بهم البريوات صغار فما نضيعوش هاد الجوانب هادو على هذا الشكل. غادي نكمل المربع ومن بعد غنعطيكم العبار ديال المربع اللي قطعت الوسط باش تاخذوا داكشي كلشي مضبوط على هذا الشكل. قلنا غناخذوا المربعات هكذا على هذا الشكل نقطعوهم. نقطع على هذا الشكل. بالنسبه لهذا المربع عندنا فيه تقريبا 14 سنتيم.
المهم 14 اهم حاجه يكون مربع 14 على 14. هذا عندي ناقص شويه، عندي 13 على 14. فكناخذ واحد الوريقه على هذا الشكل. عندي هذا السيركل هذا اللي القطر ديالو باش نعطيكم داكشي مضبوط، القطر ديالو 4 ديال سنتيم. القطر ديال هاد الدائره هذه 4 ديال سنتيم. هاد الدائره انا غناخذ الورقه غنديرها في البلاستيك باش ما تنشفش ليا. غندير الورقه في البلاستيك عاد نكمل معكم باش ما تنشفش ليا. دابا غنشوفوها ان شاء الله بشكل مقرب اكثر. كما قلنا نحطوا الورقه، نحاولوا نهبطوها بشويه. باش علاش؟ راه عندنا عندي انا بعدا عندي هذا السيركل ديال الحديد يقدر لو هبطتها بالجهد يقطع ليا الورقه، واخا الورقه زوينه يعني ماشي هذا الورقه مزيانه. فكندير لها بحال هكذا ياك كما كتشوفوا معايا. غادي ناخذ كره على هذا الشكل كيف ما شفتوا، عطيتكم العبار ديال الكره جا لحد في القد هو هذاك. كناخذ على هذا الشكل كنبدا نحاول نهز الجنيبات بحال هكذا كما كتشوفوا، نسدهم هكا نجمع بحال شي كموسه، بحال كتجمعي شي كموسه ياك. كنجمعهم هكا وكنقطع بالمقص. ملي كنقطع بالمقص مثلا هذه غادي ديرونجيكم ولا شي حاجه ندهنوا ليها شويه جنيبات هكا ببيض البيض، لصقوهم باش ما تعنكشكمش، يعني اللي خافت تبقى تهبطها وهذا وتعنكشها، لصقوهم بحال هكا وسدوهم مزيان باش تلصق على هاد الحشوه هذه بحال هكا. نوريك ديما بصبعي باش تلصق ليا. نحيدها نحطها هكا، نجيب الورقه الاخرى على هذا الشكل هذا. ديما دهينه خفيفه ديال الزيت باش تعاوننا، لان كما قلنا هاد المعسلات غادي يطيبوا في الفران. كنهبط هكذا بشويه كما قلنا. ناخذ هذه نردها لبلاصتها. فكان هادشي كلشي كنديرو غير باش نوضح لكم، كنحاول ندير هادشي بشويه باش باش يكون هادشي واضح. كما شفتوا دخلتها ياك. نعاود نجبد بالجنيبات هكذا بشويه، بطبيعه الحال ما نقطعش الورقه، نجبد بالجنيبات شويه هكذا، ندير على شكل كموسه، نجمعها مزيان، نقطع بالمقص. ملي كنجمع ماشي كنزير، الا زيرتو غتقطع لكم من هاد الجنيبات. ما تزيروش، نجمعوا نجمعوا، قلت لكم جمعوا نجمعوا، ولكن ما نزيروش. الا زيرتو غتقطع لكم الورقه. نقطع بالمقص، نحل، ندير بيض البيض. هاد بيض البيض باش تلصق ليا الورقه. ندير بيض البيض هنا مزيان ياك، ندير لها بحال هكذا، نردها هكذا عليها. هاد الزوائد اللي بانوا ليا زايدين نحيدهم على هذا الشكل. غادي نعاود ندير هنا بيض البيض باش نلصق القرقعه. ندير البيض هكا، ناخذ القرقعه الا كان عندها هذا راس طالع ديروا ليا بحال هكا، حيدوه باش تجي بلا بحال هكذا. نلصقها مزيان، نحاول نثبتها مزيان. كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف شكلا ومذاقا صراحه. شوفوا غير جربوا هذه بعينيكم مغمضين في المناسبات، في الحفلات، في العراسات، كتجي رائعه بزاف، خصوصا انها بعدا كطيب في الفران. شفتوا كيفاش جات؟ شفتوا كتجي زوينه. انا دابا وريتكم يعني جوج وحيدات، غنكمل دابا حتى نكملهم كاملين ان شاء الله. ملي ندوزو المرحله التاليه بطبيعه الحال ضروري نوريها لكم، غتكون هي الفران. كما كتشوفوا معايا كملتهم في التلفاف وخليتهم نشفوا حتى الورقه نشفات عليهم، يعني خدات الفورمه ديالهم كيف ما كتشوفوا. ها نشفوا مزيان. دابا ان شاء الله غندخلهم الفران. قبل ما ندخلهم الفران فطبيعه الحال خليت الفران حتى سخن ليا مزيان، عاد غادي ندخلهم على درجه الحراره 180. وانا موجده العسل هنايا كما كتشوفوا معايا، العسل عندي هنايا واجد. كيف غادي يخرجوا من الفران غنطفيهم في العسل. يلا جبت الطاوه دابا من الفران، باقا سخونه يعني من الفران، غادي نطفيوها في العسل. بغيت غير نوريكم شي ملاحظات هنايا. بالنسبه كاين شي وحدين هنايا محلولين، هادوك اللي محلولين اولا تهزات ليهم القرقاعه، هادوك انا البيض درتو ولكن ما درتش مزيان. خاصكم تتاكدوا بما ان البيض درتو مزيان
كما كتشوفوها طايبه مزيان. خاصكم ديروا البيض مزيان باش تلصق لكم الكركاع مزيان وما تهش، وتاكدوا ان الورقه تغلفت كامله بالورقه. الا بقات شي نفسه هكا ديال الورقه كتخرج منها الحشوه، لان حنا كنعرفوا بما ان الفران فكتعطل الحاجه، فهذيك التعطيله هي اللي كتخلي الا كانت عندنا شي حشوه لداخل سواء مالحه ولا حلوه كتنفس، يعني كتخرج. داكشي علاش القليان دغيا كيشمع علينا الورقه ما كيخليش هذاك الحشوه تخرج. ولكن هادو ديال الفران صراحه راه كيجيو زوينين، غير جربوهم ان شاء الله، انا متاكده غادي يعجبوكم. كما قلت لكم هادو هما المشاكل اللي كيكونوا. القرقاعه كتهز، خاصكم تلصقوها مزيان. هذه هي المعسله ديالنا بعد ما خرجتها من العسل كما كتشوفوا معايا. فكتخليوها تقريبا واحد 3 سوايع 4 سوايع، واللي بغى يخليها تبات ليله فكتبقى مزيانه. نحاولوا ما امكن اننا نتكيسوا على القرقاعه، يعني من نعرفوا اننا كنديروا شي حاجه بشويه بشويه، نحطوها في العسل بشويه ونهزوها من العسل بشويه. هادشي اللي كاين. وكاع المعسلات ماشي غير هذه، يعني كلشي المعسلات قد ما جهدتي معاهم قد ما تقدر تهرس ليك ولا تخسر ليك في العسل ولا هذا. كما كتشوفوا معايا فعندي واحد النصيحه بالنسبه لهاد المعسله هذه. الورقه حاولوا ملي تجمعوا الورقه ما تخنقوهاش. هاد الهضره كنقولها لا في البريوات لا في كلشي، ملي كتخنق الحاجه فكتفرقع. فديروا بحال كيف ما درت انا. كيف ما كتشوفوا هاد البليات اللي كاينين فيها كيدل على انني طويت عليها هكا الورقه وقطعتها كما شفتوا معايا في الفيديو، غير بغيت نذكر بها باش ما تطيحوش في هذا الخطا هذا. ايوا كتكون هذه الحلقه ديالنا، كنتمنى تعجبكم. انا نحلها لكم بعدا باش تشوفوها من الوسط. صراحه معسله زوينه بزاف، رائعه. سمعوا الورقه ديالها مقرمله قرمشه، كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي الصراحه رائعه مع داك الكركاع اللي كيبقى مهرمش، زعما شي حاجه ديال تحميره الوجه. اللي بغى يصوبها راه شي حاجه ديال تحميره الوجه، وراه حاولت نعطيكم داكشي واضح. كنقول لكم بالصحه والراحه وشهيه طيبه. ما تنساوناش من لايك ديالكم ومن التعاليق ديالكم الزوينه.